تعالى محدش يعدي يا جماعه. طبعا الكوبري بيتهز من صيحات ومن ضربات الارجل طبعا تحت رجليهم، بيدقوا جامد. انا حاسس بان الكرسي كانه بيتهز او كان في زلزال. طبعا هم عايزين يعدوا عشان يلتقوا بالمظاهره الثانيه اللي جايه لهم من الجهه المقابله. طبعا الامن مانعهم وكل دي مع روح التفاوض مع الامن، وهو الامن بالفعل ربما يكون مبيت النية على انه يتعاون مع المتظاهرين يعني. لان انا مش شايف وجوه متجهمه من قوات الامن خالص يعني، وشايف ان هم متعاونين مع المتظاهرين يعني. الامن اللي بيرفع العصيان هناك ده خارج عن القانون، ورغم ان انا سامع ان ممنوع التعامل بالعصيان مع المتظاهرين يعني. واكتر من حاله كانت قدامي دلوقتي ضربوها يعني. ده المذيع الشاب محمد التركي، مذيع قناه الاسره والطفل، برنامج شباب على الهواء، بيتفاوض سلمي مع السيد النقيب على اساس ان هو يعني يسمح للناس تعبر عن بس احنا جايين دلوقتي، احنا اللي بدأنا، احنا جايين من اصلا من